ازيكم يا اصحابي؟ انا تقى النهارده هنحكي قصه مريم وعروستها لولي واسدال التراويح. في يوم من الايام كانت مريم قاعده في اوضتها تلعب بعروستها المفضله لولي. كانت بتحبها جدا، كل يوم تسرح لها شعرها وتلبسها فستان مختلف وتتكلم معاها كانها صاحبتها الحقيقيه. وفي يوم وهي قاعده مع مامتها في الصاله سمعت ان هي بتتكلم عن صلاه التراويح لرمضان، وانه قرب خلاص وانهم هيبداوا يجهزوا حاجات الصلاه والتراويح. مريم اتحمست جدا وقالت لمامتها: ماما، انا بحب اصلي معاكي التراويح، نفسي يكون عندي اسدال جديد. مامتها ضحكت كده وقالت: اسدال ايه يا لولي؟ مفيش داعي، نجيب واحد تاني، لكن لو عايزة نعمل حاجة مميزة ممكن نفكر في اعادة التدوير. مريم فكرت شوية كده وبعدين عينيها لمعت بفكرة جميلة. قالت: طب ايه رأيك يا ماما نعمل اسدال للولي عشان تصلي معانا رمضان؟ مامتها عجبتها الفكرة جدا وقالت لها: فكرة هايلة يا مريم، طيب تعالي ندور على حاجة نقدر نستخدمها بدل ما نشتري قماش جديد. مريم قالت لا، بدأت تدور في الدولاب وفجأة لقت طرحة قديمة لمامتها لونها وردي وجميل، بس ماما مش بتلبسها. جريت على ماما وقالت لها بحماس: ماما، الطرحة دي جميلة، ممكن نستخدمها؟ ماما لمست الطرحة وقالت: دي ممكن نستخدمها، انا ما بقتش البسها، بس هنحتاج نقصها بحجم لولي ونخيطها عشان تبقى مناسبة لعروستنا. مريم فرحت جدا وجابت المقص والإبرة والخيط وقعدت جنب ماما على الترابيزة. ماما علمتها ازاي تخيط القماش مع بعضه، وبعدين وبعد قبل ده يقصوا الاول عشان يظبطوا القماش. مريم حاولت تخيط بنفسها بس الابره كانت صعبه شويه عليها، فمامتها ساعدتها وفي نفس الوقت علمتها انها تمسك الابره كويس وتخيط بغرزه بسيطه عشان ما تجرحش نفسها. بعد شويه كانوا خلصوا وبقى عندهم ازاز صغير وجميل على قد لولي بالظبط. وقت الصلاه والتراويح لما دخلوا المسجد كانت مريم متحمسة جدا، ولما جه وقت التراويح لبست إسدالها ومسكت لولي اللي بقت لابسة إسدال جديد كمان هي كمان. وقفت جنب ماما تصلي وكل شوية تبص على لولي وتضحك لأنها حاسة إنهم بقوا شبه بعض جدا. بعد ما خلصوا الصلاة ماما بصت لها بحب وقالت لها: أنا فخورة بيكي جدا يا مريم، مش بس لأنك صليتي لكن كمان لأنك فكرتي في إعادة التدوير بدل ما نشتري حاجة جديدة. مريم ابتسمت وقالت: عارفة يا ماما، أنا حاسة إن الحاجات اللي بنعملها بإيدينا بتكون أحلى وأغلى عندنا من الحاجات اللي بنشتريها. مامتها هزت راسها وقالت: بالظبط، وكمان كده احنا حافظنا على البيئة وما رميناش حاجة ممكن نستخدمها جديدة. ومن اليوم ده ومريم بقت دايما ما ترميش أي حاجة وتفكر الأول هل ممكن يا ترى أستخدمها في حاجة مفيدة. ايه رأيكم يا أصحابي في فكرة مريم في إعادة تدوير القماش القديم؟ تحبوا تعملوا حاجة لعرايسكم وألعابكم من الحاجات القديمة؟ ولو عندكم قطعة قماش، ايه الحاجة اللي ممكن تعملوها منها بدل ما ترموها؟ تحبوا تجربوا تعملوا إسدال صغير لعروستكم أو شنطة من تيشيرت قديم، أو نعمل من الشرابات القديمة عرايس صغيرة؟ كل ده بيساعدنا يا أحبابي على إننا نحافظ على الكوكب بتاعنا وبيئتنا تفضل نظيفة، وكمان بنحس بالسعادة لما نعمل حاجات جديدة من الحاجات القديمة. وانا فكرة مريم شجعتني ان اعمل معاكم تحدي ان كل واحد يختار حاجة قديمة في البيت ويحولها لشيء مفيد، واللي يعمل فكرة مميزة يحكي عنها لاصحابه عشان يعملوا زيه ويرسلها لي، وانا هنزلها له فيديو واذكر اسمه. شكرا، مع السلامة، باي.